السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي في كل مكان؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل روتين النظافة اهو معاكم. النهاردة الجمعة اهو الولاد هم روجوا البيت زي ما انتوا شايفين اهو، نضفوه. وهنعمل مع بعض محشي فلفل وباذنجان وكوسة، يا رب يعجبكم ان شاء الله. اهو زي ما انتوا شايفين معانا قطعنا البصل، حطينا عليه الزيت اهوت. دلوقتي هنحط عليه الطماطم، فرمنا الطماطم هنحط عليه، ندي البصلة بس تشويحة بسيطة، وهننزل عليها بالطماطم زي ما انتوا شايفين اهو. ودلوقتي هنعمل الفرخة مع بعض اهو زي ما انتوا شايفين معانا. هنعمل الفرخة مع بعض اهو، قطعنا البصل عليها. والاول نبقى غسلين الفرخة حلو بدقيق وملح وليمون وشوية خل عشان الزفورة بس. وانتوا عارفين انا بحط ايه اهو، حباية طماطم وقرن فلفل اهو. دلوقتي بحط فلفل اسمر وحطيت حبهان اهو، ورشة بهارات والملح بتاعها، ونسيبها مع بعض خالص. اهو دلوقتي هي استوت وطلعناها اهو، والطماطم اتسبكت خالص اهو. دلوقتي اني كنت مجوره الحاجات ديت، مش نسينا نصور وانا بجورهم اهو. هنغسله حلو. نحط الكوسه لروحها في المصفى اللي انتوا شايفينه ورا دي، والباذنجان لروحه، عشان الكوسه انا هحشيها واحطها في الصينيه، هسويها في الصينيه لروحها وعشان ادخلها الفرن اهو. زي ما انتوا شايفين معانا لازم نغسل الحاجات دي كويس اهو زي ما انتوا شايفين اهو. خلص الكمية اللي معانا اهي. لازم نحطها كده والمية تبقى مفتوحة عليها، عشان الكوسة ساعات بيبقى فيها رملة بسيطة كده، لازم المية تبقى مفتوحة. نشطفها كويس بالمية زي ما انتوا شايفيني بعمل اهو. يا رب يعجبكم ان شاء الله. مش تنسونا في الاشتراك عشان القناة تكبر بيكم. ويا جماعة اللي بينتقدنا ويقول على القناة ويتريق على القناة، احنا مش بنعمل حاجة غلط، احنا بنعمل روتينات طبخ، مش بنعمل حاجة غلط. وكتبولنا في التعليقات، فاحنا بيجينا انتقادات يعني ان احنا بيتريقوا على القناة بتاعتنا. احب اقول اللي بيتريق على القناة ان احنا مش بنعمل حاجة غلط، احنا بنتعلم ونعلم، والمحتوى بتاعنا مش فيه اي حاجة غلط. مش بنغصب حد على حاجة، اللي عايز يشترك يشترك واللي مش عايز هو حر، مش يدخل يتفرج على القناة. اللي مش عاجبه القناة مش يدخل يتفرج عليها، دي حرية شخصية. زي ما انتوا شايفين معانا اهو. دلوقتي احنا كنا غاسلين الرز ومصفينه كويس من المية اللي فيه، والخضرة برضو وغسلناها كويس اهو. زي ما انتوا شايفين معانا حطينا الخضرة اهو على الرز. وهنجيب بصلتين هنخرطهم برضو قطع صغيرة. انا بحب احط على خلطة المحشي، بحب احط عليها بصلتين يعني تكون نية كده، ديها ريحة ممتازة للمحشي، وبتديله نكهة جميلة، وبيبقى ريحته تحفة وطعمه جميل خالص. جربوه مش هتندموا اهي زي ما انتوا شايفين اهو. البهارات اللي انا حطيتها ديت عبارة عن فلفل اسمر، كمون، شوية كزبرة ناشفة، شوية ملح،
شوية بهارات بسيطة اهو. بنقلبها كويس في الخضرة والرز اهو. نقلبهم الاول حلو، وبعدين ننزل عليهم بالصلصة. وانا هجيب الصلصة دلوقتي وهننزل عليها، تكون الصلصة اتسبكت خالص زي ما انا وريتها لكم اهي. اهو زي ما انتوا شايفين معانا يا جماعة. هقلبها في المعلقة بالاول بس عشان بتبقى سخنة، وبعد كده مش في احسن من ايد الواحد، بس تبقوا غاسلين ايديكم كويس اهو. واللي بيجرف يا جماعة انا بعمل ده لان مش هعمله واديه لحد عشان يجرف منه. وطبعا احنا الكل بنقلب حاجتنا وبنعمل حاجتنا بايدينا، مش بنلبس حاجة واحنا في المطبخ اهو زي ما انتوا شايفين معانا اهو. يا ريت مش تنسونا بس في الاشتراك واللايك، وادعمونا عشان نكبر ان شاء الله، عشان اللي بيتريق علينا ويقول انتوا مش هتوصلوا يعرف ان احنا جدها ان شاء الله، وهنكبر بيكم ان شاء الله يا احلى ناس في الدنيا. اهو زي ما انتوا شايفين احنا دلوقتي هنحشي الكوسه الاول اهو. زي ما انتوا شايفين كده انا بعمل اهو. الكوسه انا هحشيها اللي هروحها الاول عشان هحطها هسويها في الصينيه، مش هسويها مع الباذنجان والفلفل، وهدخلها الفرن ان شاء الله. واهي انا بوريكم دلوقتي ان انا بحشي الكوسه، مش بملاها للاخر، والفلفل اي محشي يعني مش شرط الكوسه بس، والفلفل وكده بوريكم اهو. يعني بنسيب فيه فضة في الاول عشان لما يستوي لازم نديله مساحة كده يستوي براحته، مش يبقى مكتوم، ومش برضو مش يبقى الرز يطلع منه على ايه، على المحشي من بره كده اهو. اللي بيعمل خلطة دي زي كده يا جماعة يكتب لنا، يا رب تعجبكم ان شاء الله وجربوها مش هتندموا اهو. طبعا الواحد لازم في اول ما يعمل اي حاجة لازم بيلاقي انتقادات كتير، مش يسمع الانتقادات دي خالص طالما هو ماشي بما يرضي الله ومش بيعمل حاجة غلط، فمش يهمه من كلام الناس ويكمل في طريقه، ومش يهمه من اي كلام طالما مش بيعمل حاجة غلط. وانتوا قولوا لي برضو في التعليقات. المحتوى بتاعنا يا جماعة عبارة عن طبخ، زي ما انتوا شايفين كده اهو. رصيت الكوسة في الصينية زي ما انتوا شايفين اهي. هنحط عليها شوربة ونغطي عليها تستوي لحد ما نحشي المحشي الباذنجان والفلفل الباقي اهو حطينا. ودلوقتي هنحشي محشي الباذنجان والفلفل اهو. اهو زي ما انتوا شايفين الفلفل والباذنجان انا هحشيه ايه هحطه في الحله يستوي فيها انما الكوسه بحب اسويها في الصينيه واحطها في الفرن تاخد وش كده. انا بوريكم برضو المحشي اهو، مش بتملي المحشي على الاخر، معلش بس ان كنت الكاميرا اهي بس فيها عجله كده اهو اهو عشان مش يتعجن منكي، وبرضو الرز بتاعه مش يطلع بره اهو. وطبعا يا جماعة انتوا زي ما انتوا عارفين دايما الانتقادات مش بتيجي الا من اقرب الناس، دايما اقرب الناس هو اللي مش بحب لك الخير، انما دايما الغريب مش كلهم يعني زي ما انتوا عارفين في اللي بيحب لك الخير وفي اللي مش يحب لك الخير. وطبعا كل الواحد عارف مين اللي بيحب له الخير ومين اللي مش بيحب له الخير ومين اللي بيتكلم في ظهره اهو زي ما انتوا شايفين معانا اهو. فياريت تدعمونا
عشان نكبر بيكو، ومش حد يشمت فينا زي ما انتوا عارفين. اهو. وتحطوا لنا وتعملوا اشتراك ولايك عشان نكبر بيكو ان شاء الله. ونسكت اي حد يقول علينا اي كلمة. وطبعا احنا مش بناخد بكلام حد، واحنا اللي احنا بنعمله هو الصح. احنا مش بنعمل حاجة غلط، وربنا شاهد علينا. اهو زي ما انتوا شايفين انا رصيتها كلها، والفلفل اللي حطيته في الجناب كده في النص اهو. دلوقتي الكوسه انا بوريها لكم اهو. والمحشي دلوقتي هحط عليه شوربه. الكوسه هي خدت الفوره ديت، انا بحطها كده على البوتاجاز من فوق، تاخد الفوره دي كده في بعضها ولا انزلها في الفرن. بس انا نسيت اجيب لكم وهي ايه وانا بدخلها الفرن، مش صورت الحته دي اهي. الشوربه تبقى في نص المحشي، احنا المحشي بنوقفه كده، والشوربه تبقى اقل من نصه كمان عشان يبقى مفلفل. اهو زي ما انتوا شايفين معانا، شفتوا الكوسه لونها عامل ازاي. دلوقتي انا طلعتها لكم من الفرن، ودلوقتي هوريها لكم. هاخد واحده دلوقتي واوريها لكم اهي. كان تحفه يا جماعه، وطعمه جميل وريحته كانت روعه، والرز فيه مفلفل وجميل. الكوسه ما بتعملوها بالطريقه دي بتبقى تحفه، والله ما هتندموا. اهي الرز مفلفل فيها ومستوي خالص اهو. يا رب تقولنا رايكم في التعليقات، ومش تنسونا في الاشتراك واللايك. ودلوقتي اهو المحشي استوى كله اهو. فلفل الباذنجان، حمرنا الفراخ اهو زي ما انتوا شايفين. وبألف صحة وهنا على قلبكم، ومع ألف سلام.